والله أنا شاهدت المباراة أمس صراحة، يعني قلبك يوجعك. تعرف بأنه هذا المنتخب المغربي الشقيق والعزيز على قلوبنا يستحق كل التقدير والاحترام، لأنه استطاع التفوق على منتخب إسبانيا بهذه النتيجة الساحقة. أعطوا له كل الإمكانيات بشهادة المدرب نفسه اللي كان قال بأننا رايحين من أجل تحقيق أقل من 20 سنة المغرب كنا نتمناه على الأقل حقق في يوم من الأيام ولو 10% من إنجازات المنتخب المغربي الشقيق في المغرب. المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة. شفنا مباراة أمس اللي كان الفوز فيها، أعطينا صور هذه المواجهة للمنتخب المغربي الحبيب أمام منتخب الإسباني. اليوم تأكدنا أن المنتخب المغربي أقوى منتخب في القارة الإفريقية، لأنه هذا المنتخب قلنا بشهادة الطاقم الفني والاتحادية منتخب عظيم ونحسد المغرب الشقيق عليه، سواء منتخب أقل من 17 سنة أو منتخب أقل من 20 سنة. من أين نأتي لمنتخب عظيم كهذا؟ المسؤولية يتحملها السيد رئيس الاتحادية الجزائرية الذي كان يقول اتركونا نعمل وبعدها حاسبونا. اليوم هذا المنتخب رانا نشوفه في هذه الصور منتخب يستحق كل التقدير والاحترام، ويجب أن نأخذ العبرة منه وجها لوجه. لأقل من 20 سنة عندهم 19 سنة اللاعبين هذو. بالنظر للترتيب، أعطيني الترتيب الآن. الترتيب يقول بأن المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة مصنف ضمن كبار المنتخبات العالمية، وإحنا خارج السباق مثلما نحن خارج السباق في منتخب مع منتخب أقل من 17 سنة. محمد قاسي سعيد، أين هو الخلل في المنتخبات الشبانية؟ كنا نقولوا كنا نيجليجيو لي زيكيب تاع لي جان، الآن هذه الاتحادية وضعت كل الإمكانيات في لي زيكيب تاع لي جان، ما كانش التأهل حتى لكأس إفريقيا. وما يقولوناش كنا ندو كأس العرب وكذا من قبل، لأنه كي لحقنا كأس إفريقيا بريمي تور إليميني ونضمناها في بلادنا. منتخب أقل من 17 كارثة، منتخب ألعاب البحر الأبيض المتوسط كارثة تاع لي جان. في كل مرة كوارث بالجملة. لماذا حسب رأيك كلاعب سابق مريت على مختلف المنتخبات الشبانية؟ والله يا رضوان، انا نقول لك بصراحه ناخذ المغرب، والمغرب ولات في النتيجه اللاعبين هذو من عجبوني هاد سيتينرولا في المستوى المقابلات. اولا لو تحكم المنتخبات الجزائريه في الدورات المغلوقه رضوان دائما يخرجوا ما يتاهلوش. لو ما تاهلناش مام با الدورات المغلوقه كيما هذه. لا هذو كيما تاهلناش كاس افريقيا. خلينا نكون رحنا كاس افريقيا واقصينا معليش اوني ميم با مع الكوطه هذه الدوره مغلقه يجوزوا زوج سير. هذه الدوره مغلقه رضوان ما قدرناش نمشيو. من بعد نتكلموا على السيستم دو كومبيتيسيون رضوان تاع لي جان. تصور انت روح شوف المجموعات، شرق غرب وسط، شوف تعطيك لي ايدي باللي هذا خطا كبير. يعني المشكله في المنظومه كلها خطا. ما كاش. ومن بعد تقول لي الحل هو لي زاكاديمي. اعطاو الامكانيات الماديه الاتحاديه، اعطاو لهم الامكانيات باش يمشيو يلعبوا في الخارج لي تورنوا، ولكن الامكانيات يعني تاع تصور انهم راحوا يلعبوا في كوت ديفوار لانهم كانوا يمنيوا النفس انهم يبداوا يحضروا مع الافارقه، لانهم داروا في بالهم باللي اون فا اتر كاليفي بور لا كوب دافريك ايفا. احنا ما جوزناش ميم با في شمال افريقيا. من بعد زيد المديريه العامه ايضا عندها المديريه الفنيه عندها قسم من المسؤوليه في اختيار المدربين، ولا مانيش فاهم. بعد كان كولاج دونترينور هذاك ولا هو اسمه هذاك راه قاعد برك هكذا قاعد يخلص وما يدير حتى شيء، ما يدخل روحه في حتى شيء. المفروض اليوم يعني المديريه الفنيه تحط الاستقاله ديالها. فشلتوا الله يسهل عليكم. دو كاتيجوري في سمانه. فشلتوا حط الاستقاله ديالك على الاقل وخرج بشرف. واضح. كان المدرب تاعهم كما يقول لك ذكي، يلعب للقدام، واليوم شفناه دار مقابله في المستوى ممتاز. لاعب هذا هذوما تغييرات سي كوم سا. تخطط قال هدايا ويدور مليح هذا بصح. لو كان هذا الجون هذا نديرو في بلاصه يجيب لي لو بليس الور نحيه. ما كاش هضره فوتبول، ما فيش عاطفه، ما كاش عاطفه. هذا هو الفوتبول. وزيد استنى، انت كي تكلمت هذا الكلام هذا اليوم شفناها صح. عطاتنا كومام دي بو فوتبول، يلعبوا كره تكتيكمون مستوى. يفو ريكونات مستوى. نعم البلدان الافريقيه صحيح انها تطورت. خلينا نتكلم على وقت وين كان تقاك بيش داتيريساج وما كانش. اليوم كاين بلدان تطورت في كره القدم، لكن احنا من 2019 حنا نقولوا الناس تطورت، المنتخبات هم تطوروا، ولكن احنا اين هو التطور؟ التطور يجيك دقيقه باش نكمل. اسمح لي، واش من التطور يجيك في منظومه كرويه جزائريه فاسده. صح. فاسده. احنا اون سي اوكوبي دو تو سوف دو ليسونسيال، سيتادير فورمي دو جون جوار. عندنا الطالون
اعطي لهم ان بلان دو كارير يعاود ولات تخدم فريق يلعب لي شامبيون دي موند دي جون كاتيجوري ويصبح بارمي لي فافوري دو لا كان ولا دو لا كوب دي موند. احنا ما عندناش اي مكان احنا ما خدمناش نو سولمون ما خدمناش عفنا وعليه كيما يقول لك باللي سي فري كي تشوف الماتش دو شامبيون فيها غير الدبسه ما كاينش لعب ويجروا غير يجروا صافي 5 سيزون كنا نشوفوا فوتبال كاين دي جوار. حنا دوك تحوس الشامبيون ناسيونال كاع ما تلقاش هذا فوسط ما تلقاش ان انيماتور 8 ان انيماتور 10 ما تلقاش اني لي دروا بيركوتا ان سونترال يعرف يمشي البالون. هذا سي دو مي هادي انا شتو دي سي في اكسبري سي دي جون كي ايتي على تيت دو فوتبول ناسيونال كي ايتي نو با سولمون دو تيت ناسيونال كي اون تو في باش هذا الفوتبول الجيري يموت دون لور يقتلوه بور دوتر ريزون. نريد ان نصبح مثل المغرب الشقيق. وتحبوا تقارنوا باش تقارن كان الا العمل اللي يجيب الا لو طرافاي يا سي خونا. نعم الا لو مروك لا اقل من 20 دي سنه. البارح انا عجبتني زوج دو زيماج اللي يقعدوا لي كرافي حتى انا نموت هنا هذا باسكو حنا نحبوا حياتنا وهو الفوتبول. لا شوز لا بلوز امبورطونت يا ناس اللي تحبوا تتبعوا كره القدم وتحبوا الحق ما تحبوش الكذب. لا كوب دي موند هذيك الله هذيك لاعبين في المستوى يخدموا ترونكيلمون وهم يمشيو لونتمون مي سيرمون. اللي يحب يخدم ينال ما تخدمش يجوزوا الناس عليك كي تيجي في وانت راك مازالك تولي كيما هذيك اللي خرجوها حاجه مليحه افونسي لاري تقعد غير افونسي لاري ما تافونسيش. عطيتك هذا المثال في بلاصتو يا سي خونا. الو معنا متصل جديد على الخط. مرحبا بك خويا، عرفنا بالاسم تاعك ومنين راك تتكلم. السلام عليكم رقية، أنا أبو سالم من العاصمة. والله غير راني محروق وقلبي يتقطع كي شفت الصغار تاع المغرب كيفاش فازوا على إسبانيا أقل من 20 سنة وداروا العجب. يا خويا أبو سالم كامل غانا متألمين، بصح قلنا وش أكتر حاجة أثرت فيك اليوم؟ شوفي رقية، كي نشوف منتخب مغربي صغير يغلب قوة كبيرة كما إسبانيا بهدفين نفهم باللي بلادهم خدامة صح، عندهم مشروع كروي، عندهم بنية تحتية، ملاعب كما أوروبا، كلش راهو منظم. وإحنا رانا نرجعوا للور، الكرة تاعنا ولات مسخرة. صحيت والله غير كلامك يوجع، كي نشوف الفرق نقول علاش ولادنا ما عندهمش نفس الظروف. إيه يا رقية، ولادنا عندهم موهبة بصح ما عندهمش لا تأطير لا تكوين. المسؤولين تاعنا نايمين غير خرطي في التلفزيون وشعارات كاذبة. المغرب راهو يفرح في شعبه يرفع الراس وإحنا غير فضائح وخيبة أمل. راني معاك يا أبو سالم، قلوبنا توجعنا، نتفرجوا ونغاروا، بصح في الأخير لازم نقولوا الحقيقة لازم تتقال يا رقية. الكرة المغربية راهي في السماء، الكرة الجزائرية راهي في الحضيض، ما نقدروش نكذبوا على رواحنا. المغرب عنده كل الفئات راهي تربح، الكبار الأولمبيين والآن الصغار، وإحنا ما نقدروش نفوزوا حتى على فرق ضعاف. إن شاء الله يسمعوا هذا الكلام يمكن يتحركوا. لا يا رقية ما يسمعوش، مادام المسؤولين نفسهم راح نبقاو نعيشوا في الوهم. أنا نقولها ونعاودها، الله يبارك للمغرب، راهم يعطوا درس للعالم كامل وإحنا غير بكا وحسرة. ربي يجيب الخير يا أبو سالم، شكرا بزاف على المداخلة، كلامك يوجع بصح فيه الصح.